بعد كأس العالم اللي أقيم في قطر سنة 2022 حصلت جريمة هزت قطر ومصر. 3 مصريين مقيمين في الدوحة ماشيين بعربيتهم لمحوا واحد باين عليه من مصر واقف بيعيط في الشارع من قلة الحيلة، وبقلب طيب خدوه على بيتهم، أكلوه شربوه ودوروا له على شغل، لكن بدل ما يردوا لهم الجميل غدر بيهم، سابهم 3 جثث غرقانة في دمها وسرق كل حاجة يملكوها. القصة دي تجسيد حرفي للمثل اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه. يلا بينا نفتح باب حكايتنا ونشوف أسرار قصتنا النهاردة. في مصر وتحديدا في محافظة المنيا كان فيه هناك شاب اسمه عبد السلام، شاب خلوق وطموح، قرر يسيب بلده ويسافر على قطر وتحديدا الدوحة عشان يدور على رزق يقدر بيه يساعد نفسه ويساعد أهله. وفعلا سافر بتأشيرة سائق خاص وبدأ يشتغل عند واحدة من العائلات هناك كسواق للعيلة.